السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة وهنتكلم عن صفقة النادي الأهلي الجديدة جاكسون موليكا. نادي بشكتاش بعت للنادي الأهلي واستفسر عن النادي الأهلي إمكانية النادي الأهلي إن هو يشتري جاكسون موليكا ولا النادي الأهلي صرف النظر عن الصفقة. طبعا النادي الأهلي عايز جاكسون موليكا بحوالي 4 مليون دولار فقط، ولكن النادي التركي عايز اليو ديانج ويدفعوا فلوس كمان إدارة النادي الأهلي عليه 2 مليون دولار، ولكن إدارة النادي الأهلي رفضت رفض قاطع وقالوا إن هما مش عايزين يفرطوا بأليو ديانج بأقل من 6 مليون دولار، وهم مش عايزين يكون في صفقة تبادلية ما بين أليو ديانج وجاكسون موليكا. ولكن المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر حاطط في أولويات